فيها وأنت مبدع حقيقي تفتخر به بغداد. بإبداعك نبدأ أولا، يعني ننطلق بك شعريا. نود أن نعرف ما هو مصدر إلهامك؟ والله هو العراق هو من أهم مصادر الإلهام الشعري. وجود رافدين في العراق، خصوصا نهر الفرات اللي أنا أنتمي إلى هذا الجزء النهري من العراق، لأنه أنا من الفرات الأوسط يعني. فالأساطير العراقية القديمة تقول أن نهر الفرات يهب شاربيه الحكمة، فلذلك تجدين أن سكان الفرات لديهم فسح كبيرة جدا من التأمل، وتجديهم مجانين بالشعر يعني. فلذلك يعني أنا عندي علاقة خاصة بالفرات، يعني أعشق الفرات يعني أنت ودائما أشعر أني يعني أني امتداد أن إلهام هذا النهر يوهبني الإلهام والحكمة. يعني أنت نهبت من الفرات الشعر. نعم، وهذا لا يعني أنه يعني علاقتي بدجلة منقطعة، فدجلة والفرات هم يعني النابضان اللي بقلبي، ولكن من أهم مصادر الإلهام الشعري كان الفرات حقيقة. انطلقت من الفرات وعدت إلى الفرات. أنا سعيد جدا بالتواجد بالعراق. بالتأكيد. أنت انطلقت من النجف، وهذه أنا نشأتي الشعرية كانت بالنجف، مدينة النجف يعني. بدأت شاعرا شعبيا. يعني أنا بدأت يعني حركتي الشعرية قد تكون مختلفة شوي، فيها حالة من الجنون ومن التمرد يعني تصف نفسك مجنون؟ أنا مجنون. ما زلت يعني أمارس طقوس الجنون، يعني هذا الطقس الجنوني، ولا أدري يعني متى سأتوقف عن الجنون. ماذا نهلت من مدارس النجف؟ يعني هناك مدارس كثيرة أكيد في الأدب خاصة. يعني النجف هي عبارة عن مدينة، يعني هي مدينة تراث وفلكلور أدبي كبير جدا. يعني حينما أتمشى بمنطقة مثلا خان المخضر أو مناطق النجف القديمة، نحويش ومدينة يعني أطراف النجف القديمة، مكتبة الإمام علي، يعني أحس نفسي أنه يعني أنتمي إلى تراث ثري جدا، تراث أدبي ثري جدا. إضافة لأن مدينة النجف الحقيقة أحدثت انعطافة بالحركة الأدبية العربية بشكل عام، لأنه مدينة النجف الحركة النجفية الشعرية تحديدا يعني كانت